ايه يا سيد؟ في ايه يا فهيم؟ بقاء لله يا معلم. مين؟ الحاج ابراهيم سردين يا معلم. يا سلام على الوفاء. في مشهد مهيب يدمي القلوب نفذت أسرة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وصيته الأخيرة. مر الجثمان من أمام المسرح القومي بالعتبة في مشهد يليق بفنان عاشق لفنه قبل التوجه لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة. وبينما كان الجثمان يمر خيم الحزن على محبيه الذين تذكروا صوته العذب في شخصيتي سكار وسردينا الخاردتين. نعم، هكذا يكون الوفاء، وهكذا يخلد الفنانون العظماء في وجداننا، الله يرحمه ويغفر له. في مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء للفن وبوفاء أسطوري للمسرح الذي أحبه، مر جثمان الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة من أمام المسرح القومي بمنطقة العتبة في مشهد مهيب هز مشاعر ملايين المصريين والعرب. هذا المشهد الذي خطف القلوب صباح اليوم لم يكن مجرد مرور عابر لجثمان فنان، بل كان لحظة وفاء نادرة لواحد من حراس الفن الأوفياء الذي ظل مخلصاً لخشبة المسرح منذ أن وطئتها قدماه لأول مرة عام 1959. نعم، عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالته الصحية، كان قد عبر مراراً عن حبه العميق للمسرح القومي الذي رأى فيه بيته الأول ومهد انطلاقته الفنية. فقد تخرج أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية عام 1958 وعين ممثلاً في المسرح القومي، وكانت مسرحية عودة الشباب للأديب الكبير توفيق الحكيم هي باكورة أعماله عام 1959. ومنذ تلك اللحظة لم يتوقف عن العطاء، وقدم أكثر من 100 مسرحية مسجلاً اسمه بأحرف من نور كأحد أبرز أبناء الجيل الذهبي للمسرح المصري. لكن قصة مرور الجثمان اليوم تحمل في طياتها تفاصيل إنسانية معقدة، فقد انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد أن الفنان الراحل أوصى بمرور جثمانه من أمام المسرح القومي كوصية أخيرة. ورغم أن نجله الدكتور أحمد أبو زهرة نفى هذه الأنباء بشدة قائلاً: كل الكلام عن وصية لوالدي كاذب، ارحمونا في هذه اللحظة، إلا أن مشهد المرور حدث بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مشهد رمزي بدا أقرب إلى تكريم شعبي وعائلي لتاريخ الفنان بغض النظر عن حقيقة الوصية المنشورة، كأنما أراد الجميع أن يحققوا أمنية هذا الفنان الذي أحب المسرح. وما يهمنا في النهاية هو الوفاء لتاريخه وقيمته، وليس جدلاً حول تصريحات. وبعد هذه اللحظة المهيبة توجه الجثمان إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث شيعت جنازته بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانين الكبار رشوان توفيق، سلوى محمد علي، مفيد عاشور، إيهاب فهمي، ومحمد رياض، وغيرهم من رموز الفن المصري. ويأتي رحيل الفنان الكبير وسط موجة حزن واسعة عبرت عنها كل القطاعات الفنية والرسمية في مصر، فقد نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، واصفاً إياه بأنه فنان قدير قدم أعمالاً فنية قيمة ومميزة في السينما والمسرح والتلفزيون. كما نعته وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي التي قالت إنه كان أحد أعمدة الفن الراقي وصاحب تجربة إبداعية استثنائية، وكان ابناً أصيلاً للمسرح القومي. أما المسرح القومي نفسه فقد أصدر بياناً وصف فيه أبو زهرة بأنه قامة من قامات الفن العربي ونموذج للإخلاص والتفاني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تصدرت أخبار وفاته وتشييع جثمانه منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، حيث تبارى النجوم والجمهور في نعيه بكلمات مؤثرة. وكان من أبرز الوداعيات رسالة نجله الدكتور أحمد أبو زهرة الذي كتب بصوت يملأه الفخر والحزن: صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر، مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق،
مات الأب والظهر والسند والمعلم والقدوة والمعلم. وقد أعلنت أسرة الفنان أن العزاء سيكون غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث من المتوقع أن يكون الحضور حاشداً استمراراً للمشاهد المؤثرة التي شهدتها الجنازة اليوم. والآن ها هو الستار يسلد على حياة فنان استثنائي، لكن إرثه باق لا يموت. سيظل صوته يرن في آذاننا بشخصية سكار الشرير العظيم، وستبقى وقفته كالمعلم إبراهيم سردينة نموذجاً للفن الراقي، وستظل خشبة المسرح القومي شاهدة على أن فناناً مثل عبد الرحمن أبو زهرة لا يرحل، بل يسكن في كل زاوية من زوايا هذا الصرح الفني العريق. وداعاً يا صاحب المسيرة العظيمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وشاركنا برأيك في التعليقات. ما هو أقرب عمل فني لعبد الرحمن أبو زهرة؟ شكراً جزيلاً لمشاهدتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله.